الزبادي يا جماعة بكل سهولة وبمنتهى التوفير والنظافة في بيتك. توفير ومنتهى السهولة. دول في اللبانة 1.5 كيلو لبن، حطيت عليهم كده معلقة سكر كبيرة، وهتحط عليهم علبة زبادي من اي نوع انت بتحبيه. ويفضل لو عندك لبن بودر تحطي معلقة صغيرة او معلقة لبن بودر. عندك بقى خلاط اضربيهم فيه، هاند بلندر زي ما انت شايفه كده اضربيهم فيه. ليه الضرب؟ وممكن تضربيهم بايدك عادي، بس عشان ما يبقاش عندنا اي تخريص في الزبادي ونضمن ان هي اتضربت كويس. يعني حتى لو ما عندكيش الاتنين اضربيهم بايدك كويس. يبقى حطينا هنا سكر، معلقه سكر، وحطينا علبه زبادي اللي هي الحجم الصغير مش الكبير البلدي، وحطينا معلقه لبن بودر زي ما انت شايفه كده. اول طريقه معايا لو عندك مكنه الزبادي هتحطي الزبادي بتاعتك فيها، ده اول طريقه. واحنا في الشتاء هتاخد معاكي من 5 ل6 ساعات فيها على فكره، لان الجو بارد. لو الجو حر ما بتاخدش ساعتين في مكنه الزبادي. المكنه دي حلوه جدا ومش غاليه، وعندي بقالها سنين. الطريقه التانية هتجيبي صينيه كده وتحطي الزبادي بتاعتك في بولات او في كوبايات او في اي حاجه انت عايزه تحطي فيها. وبعد كده طبعا الزبادي بتاعتنا احنا غاليينها ودافيه زي دمع العين كده، دافيه خفيف خالص. حطينا الزبادي فيها، وبعد كده هننزل على الزبادي بميه كده بتغلي في الصينيه. الزبادي يا جماعه من الحاجات اللي بعملها بقالها سنين السنين في رمضان، اساسي في رمضان الزبادي، لانها بتبقى غاليه جدا وبتبقى ميزانيه على البيت في رمضان. زي ما انت شايفه كده حطيت الميه المغليه، وبعد كده اغطي على الصينيه باي حاجه عندك بقى، بصينيه زيها تاني، واكون مدفيه الفرن ومطفياه وادخلها الفرن. الطريقه التالتة بقى ودي اسهل طريقه، لو اتاخرتي على الزبادي هتعمليها كده برضو في اي حاجه عندك بقى، كوبايات عندك، فخار زي كده، وتحطها في الميكروويف اللي عنده ميكروويف ترصها فيه. وهتعمليها ازاي بقى؟ بعد ما قفلنا الميكروويف هنلف لفه لمده مثلا 30 ثانيه. هنخمر هنا الزبادي في الميكروويف، هتاخد معانا حوالي ساعه. هنلف 30 ثانيه ونسيبها، وبعد كده يعني على مدار الساعة هنلف تاني 30 ثانية. هنلفها حوالي 4 أو 5 مرات على مدار الساعة، ونسيبها في الميكروويف شوية. وبعد كده كل ده طبعا قبل ما تدخل التلاجة. شيء أساسي في الزبادي إن هي تدخل التلاجة قبل الأكل، طبعا بيفرق معانا في قوام وتماسك الزبادي. ده نتائج الزبادي التلاتة. ده الزبادي بتاعت المكنة زي ما انتوا شايفين كده. النتيجة بتاعتها ممتازة، بس بتاخد معاكي وقت من 5 ل6 ساعات. تطلع كريمي وتحفة وجميلة، واي حد بكل سهولة يقدر يعملها. ودي الطريقة التانية بتاعت الصينية زي ما انتوا شايفين، برضو طالعة النتيجة بتاعتها حلوة جدا وكريمي وطريقة بسيطة كده. انا قدمت لك 3 طرق للزبادي، يعني مالكيش حجة ان انت ما تعمليش الزبادي في البيت. مستحيل تجيبيها بالجمال ده من بره. دي الزبادي التالتة، احنا دي الاولانية، دي بقى بتاعت الميكروويف. برضو النتيجة بتاعتها ممتازة وسريعة جدا معاكي. يعني لو اتأخرتي عن عمايل الزبادي تقدري في اي وقت تلحقي تعمليها. اهم حاجة يكون معاكي حوالي اقل حاجة ساعة ونص وتعملي احلى زبادي. طبعا بيفرق الموضوع في الصيف. في الصيف ما بياخدش معاكي الارقام دي كلها، يعني لا المكنة بتاخد الوقت ده كله، بتاخد في الصيف حوالي ساعتين، ولا الزبادي في الفرن بتحتاج مثلا من 5 ل6 أو 7 8 ساعات. يا رب يكون الفيديو عجبكم. الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع ألف سلامة.